لو سألت أي حد إيه هي أخطر الأماكن الموجودة على سطح الأرض، فأكيد الإجابة هتكون واحدة: مكان فيه كل حاجة حرفيا. لو عايز أنهار، ففي تاني أطول نهر في العالم. لو عايز غابات، ففي أكبر الغابات المطيرة في العالم. لو عايز حيوانات، ففي أكبر تنوع بيولوجي في العالم، ناهيك طبعا عن الحيوانات المفترسة اللي موجودة هناك، اللي أقل ما يقال عنها إنها وحوش فتاكة. أهلا بيكم في بسيطة، والحلقة دي هنتكلم عن أخطر حيوانات الأمازون. بس الأول انزل اعمل اللايك والاشتراك الجميل، ويلا نبدأ. يعتبر الأمازون مجموعة من الغابات الاستوائية والأنهار الموجودة في قارة أمريكا الجنوبية، وبيقع الجزء الأكبر منها في البرازيل، ده غير الدول التانية زي بيرو وكولومبيا. بتوصل مساحة الأمازون ل5.5 مليون كيلو متر مربع، وبيوصفها العلماء بأن هي الرئة اللي بتتنفس منها الأرض، وده بسبب عملية البناء الضوئي. وأكيد طبعا مساحة زي دي هتكون مأوى لعدد لا حصر له من الكائنات الحية، منها المفترس ومنها الفرائس. تمساح حوض الأمازون أو القيمن الأسود يعتبر ثالث أكبر تمساح في العالم، بيوصل طوله ل6 أمتار، ووزن بيوصل لنص طن. بيتميز تمساح الأمازون باللون الأسود المائل للأخضر الداكن، وده بيساعده على التمويه والتخفي أثناء الليل. وبيتمتع بميزة اصطياد الفرائس كبيرة الحجم بسبب فكه الكبير وقوة عضته اللي بتوصل لأكتر من 15 ألف نيوتن، ودي من أقوى العضات في عالم الحيوان. بيعيش القيمن الأسود على طول موائل المياه العذبة في حوض الأمازون، وبيتغذى على أي حاجة بتتحرك قدامه حرفيا: أسماك وزواحف شغال، طيور ما يضرش، ثدييات وماله، حتى الإنسان مسلمش منه. وفي حالات كتير لهجمات من القيمن على البشر في السنوات الأخيرة. في سنة 2016 اتسجلت حالة هجوم من القيمن على طفل عمره 13 سنة في ولاية أمازوناس البرازيلية، ودي مش أول حالة لهجوم من القيمن على البشر، في حالات غيرها كتير. يعتبر القيمن من الحيوانات المعرضة للخطر بسبب إزالة الغابات وفقد المأوى بتاعها، وصيد الإنسان لأعداد كبيرة منها عشان ياخد منها الجلد ويستخدمه في صناعة الملابس والأحذية. على مر العصور الأناكوندا كان بيتضرب بها المثل في الرعب، وده بسبب حجمها الكبير وشكلها المرعب. تعتبر الأناكوندا الخضراء من أكبر الثعابين في العالم، ممكن يوصل طولها ل9 أمتار كاملين، ووزن يتعدى 200 كيلو جرام، وبتتميز بجسم ضخم وعضلي، ده غير الفكين اللي بتسحق بيه جماجم فرائسها. بتميل الأناكوندا للنشاط الليلي، وبتقضي معظم حياتها في المية، وعلشان كده عندها قدرة عالية جدا على السباحة بسرعة تخليها قادرة إن هي تهاجم فرائسها بكل قوة. وعلى عكس المتوقع من خطورة الأناكوندا، إلا إنها غير سامة، بس بتقدر تنقض على الفريسة من موقع بعيد عن الأنظار، وبتلف جسمها عليها لحد ما تخنقها، وبعد كده تاكلها واحدة واحدة. وبتتغذى على الأسماك والطيور والثدييات والزواحف التانية، حتى القيمن اللي اتكلمنا عليه مسلمش منها. بتعيش الأناكوندا لوحدها لحد موسم التزاوج اللي بيحصل خلال فصل الشتاء، وبيستمر الحمل من 6 ل7 شهور، وبتولد الأنثى في المرة الواحدة من 28 ل 48 ثعبان صغير. بيعيش الجاجور بشكل أساسي في الغابات المطيرة في الأمريكتين، من المكسيك لحد الأرجنتين، ويعتبر ثالث أكبر القطط الكبيرة الموجودة في العالم بعد الأسد والببر اللي احنا بنقول عليه النمر، وهو أكبر القطط في منطقته على الإطلاق. بيوصل وزن الجاجور ل 150 كيلو جرام، وطول من 162 سنتي ل 183 سنتي، وده طبعا من غير الديل اللي بيوصل طوله لوحده ل 75 سنتي. على الرغم من إن الجاجور بيعيش في واحدة من أخطر الأماكن على سطح الأرض، واللي هي غابات الأمازون، إلا إن هو ملهوش مفترسين في الطبيعة. وإحنا لما نيجي نتكلم عن الطبيعة اللي حواليه هنلاقي وحوش حرفيا: أناكوندا، تماسيح، سمك بيرانا، يعني مش هزار. وبيسيطر على مساحات بتوصل ل 80 كيلو متر مربع.
الكلام ده كله مش جاي من فراغ. بيتميز الجاجور بمزايا كتير تخليه يستحق لقب الأقوى في الأمازون بلا منازع، زي براعته في تسلق الأشجار والقدرة العالية على التسلل والانقضاض على الفريسة. ده غير مهارته العالية جدا في السباحة، وكل ده وفك وقوة عضته قوم تاني. بيمتلك الجاجور قوة عضة وأنياب قوية جدا، وده اللي بيخليه يقدر يخترق رقبة الفريسة بكل سهولة، حتى لو كانت تماسيح أو سحالي. وعلى عكس معظم الحيوانات، الجاجور ملهوش وقت محدد في السنة للتقاصر، بيتقاصر في أي وقت في السنة. وبتوصل مدة الحمل من 3 ل 4 شهور، وبتولد الأنثى في المرة الواحدة من شبل ل4 أشبال. حيوان بالمواصفات دي لازم هتكون ليه ضحايا من البشر، وفي السنوات الأخيرة اتسجلت حالات كتير جدا من هجوم الجاجور على البشر. لو سيبنا البر شوية ونزلنا للنهر، هتلاقي سمكة طولها ما يتعداش 25 سنتي عاملة قلق ومسيطرة على النهر كله. بتعيش سمكة البرانة في المية العذبة، وبالتحديد في أمريكا الجنوبية. وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا إنها تمتلك أسنان قوية وحادة بتساعدها إن هي تقطع فريستها بكل سهولة، أيا كانت بقى، أسماك صغيرة، أسماك كبيرة، زواحف. يعني بمعنى الكلمة نفسها مفتوحة على أي حاجة تيجي قدامها. وزي ما البرانة عاملة إزعاج للسمك في النهر، فهي برضه عاملة إزعاج للصيادين، عشان بتقطع لهم الشبك وبتهاجم الأسماك اللي فيه، عشان كده صعب حد يصطادها. بتشير الإحصائيات إن البرازيل لوحدها بتسجل ما يقارب من 40 حالة من الإصابات أسبوعيا نتيجة هجوم البرانة. عشان كده الحكومة البرازيلية حطت إشارات بتحذر الناس من السمكة، وبتفصل أماكن السباحة عنها. بيعتبر النسر الأسود من أكبر الطيور الجارحة في العالم، وبينتشر في غابات الأمازون والمناطق اللي حواليها، وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية والأوروغواي وتشيلي. بيتراوح طول النسر الأسود ما بين 56 ل 74 سنتي، وجناحه بيوصل لمتر ونص. وبيتميز بلون ريشه الأسود اللامع ومنجاره الضخم ومخالبه القوية اللي بتخليه يمسك الفريسة ويطير بيها بكل سهولة، بغض النظر بقى الفريسة دي كانت ايه. بيعتبر أصحاب الماشية إن النسر الأسود بيشكل تهديد عليهم، عشان بيستهدف المواليد الجديدة من الماشية، وده بيسبب خسارة كبيرة ليهم. ودي كانت أخطر حيوانات الأمازون. ملخص الحلقة هتلاقيه تحت في الوصف. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام عليكم.